ولكن ليت هذه الوجوه قد أكبت عند غير هذا الوجه الذي أمامكم، وليتكم تحلقتم عند غيري. وإني قد أحسست في نفسي شيئا من التعاظم لما دخلت ووجدت الجميع كلهم يشتغلون، هذا يجيب الكرسي وهذا يجيب الماصة وهذا يجيب الميكروفون وهذا يصلح. فوجدها الشيطان فرصة أن يدخل علي في قلبي، فأحببت أن أكسر نفسي بألا أتقدمكم إماما حتى تنكسر هذه النفس. وهنا فائدة لا بد أن تنتبهوا لها، وهي أن شهوة العلم أيها الإخوان أعظم من شهوة المال والمنصب والسلطان. فإن العلماء يفتنون بعلمهم أكثر من فتنة صاحب السلطان بسلطانه، وأكثر من فتنة صاحب المال بماله. ولذلك ما يجده الملوك والأمراء من الاغترار بملكهم وسلطانهم وإمارتهم شيء يسير لا يذكر تجاه ما يجده العالم إذا تقدم الناس وطأطأت رؤوسهم على كتابهم، يكتبون كل حرف تقوله ويدونون في دفاترهم كل شيء تقوله. هذه والله فتنة عظيمة، والله فتنة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يخرجنا منها سالمين غانمين. وهذه إذا لم يراعيها طالب العلم في بداية طلبه أو في بداية تدريسه فربما تكون سببا لعذابه يوم القيامة. فالإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم، الله الله بالإخلاص. راقبوا نياتكم دائما، تفطنوا في أنفسكم دائما. لماذا تعلمتم ولماذا تعلمون ولماذا تكتبون ولماذا تحفظون؟ اسأل نفسك وحاسبها أشد من محاسبة الشحيح لشريكه. إياك يا طالب العلم، ثم إياك أن تهمل نفسك، فإنك إذا أهملتها تفلتت عليك وصارت مرتعا خصبا لإبليس يؤزها بالرياء ويحبب إليها التسميع ويزين لها هذا الأمر الذي اتفق العلماء على أنه محبط للعمل والعياذ بالله. وإن من أول من يقضى عليه يوم القيامة 3 ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. نعم، أنت كذبت على الناس وأخرجت العلم ظاهرا أنك مخلص، لكن الناس لا يعلمون ما في داخل نيتك ولا يدرون عما يقوم في ذات صدرك. ولكن هل يخفى ذلك الأمر على الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت فيك القرآن فيقول كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من فساد البواطن، نعوذ بالله من فساد النوايا، نعوذ بالله من سوء القصد، ونسأله عز وجل ألا يرى من قلوبنا إلا الإخلاص الكامل. نسأله عز وجل أن يصفي سرائرنا من محبة المدح ومن رؤية الذات ومن غطرسة الكبر، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يقول ما يفعل وممن إذا نطق صدق. فأوصيكم أول ما أوصيكم به أيها الإخوان بالإخلاص، أوصيكم أول ما أوصيكم به بالإخلاص. ولا يفهم أحد من كلامي هذا أنني حريص على تصفية باطني، فالبواطن لا يعلمها إلا الله. ولكن قد تقرر عند العلماء أن من وقع في الشيء فلا يلزم ألا يحذر منه إخوانه. فنحن وإن وقعنا في شيء من الرياء أو في شيء من التسميع ولا نزكي أنفسنا، لكن لا يمنعنا أن نحذر من ذلك إخواننا. فكلمتي هذه ليست لبيان ما في باطني، وإنما لتحذير إخواني حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الكثير من طلبة العلم. فالإخلاص الإخلاص أيها الإخوان، فالعلم مع قليل الإخلاص يجعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة 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 تغطي مشارق الأرض ومغاربها، والله العظيم. وهذا بالتجربة والحس. فمن العلماء من لم يجمع من العلم إلا القليل مقارنة بغيره ممن امتلأ صدره وصار كنيفا مليئا بالعلم، لكن الله بارك في علم هذا ومحق علم هذا بسبب أن هذا كان كلامه وتدريسه وتعليمه ودعوته وتأليفه كلها لله عز وجل. والله عز وجل يجعل على كلمات المخلصين الذين توافقت كلماتهم مع صفاء بواطنهم لله عز وجل، يجعل عليها نورا
ويجعل لها قبولا وطلاوة وحلاوة. ولذلك انظر إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإننا نحسبه من المخلصين، وهذا من باب ضرب المثال فقط. ولذلك تجد صغار كتبه قد انتشرت بين فئام كثير من طلبة العلم، مذ ألفها الإمام النووي يمكن إلى أن تقوم الساعة، والله أعلم بالغيب، لكن يغلب على الظن هذا أنها سوف تبقى هذه الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمه الله. الأربعون النووية شوف كيف بركتها في الناس، رياض الصالحين شوف كيف بركتها في الناس، المنهاج في شرح الإمام مسلم رحمه الله شوف كيف بركته في الناس. هذه البركة ليست من كمال من قوة التحقيق لا، هناك من الكتب ما فيه من التحقيق أكثر من كتب الإمام النووي، لكن لم يكتب الله عز وجل لها البقاء والخلود والنفع والبركة كما كتبها للإمام النووي. فإذا ليست القضية يا طلبة العلم كثرة العلم، لا يا حبيبي، العلم لا ينفع صاحبه إذا بني على ساق الرياء والتسميع، بل يكون سببا لعذابه وعقوبته. وكم من طالب علم يوم القيامة إذا رأى ما يسود وجهه عند الله بسبب فساد نيته تمنى أنه ما عرف طريق العلم ولا عرف طريق الحفظ، لما يراه من سوء ما حصله بسبب سوء نيته. فالله يا طلبة العلم بالإخلاص أول شيء، أول وصية أوصيكم بها الإخلاص. احرصوا على الإخلاص، تفقدوا نفوسكم دائما، تفقدوها بين الفينة والأخرى. اسأل نفسك، الناس ما يدرون علي في قلبك أنت، ليس ميزان توفيقك عند الله ما يقوله الناس، لا، ميزان توفيقك عند الله ما يقوم في قلبك من النوايا والمقاصد. فرب عمل ظاهره الطيب ولكن باطنه الخبث وسوء القصد والعياذ بالله. وقد تقرر بإجماع العلماء أن الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطا الإخلاص والمتابعة، وهما شرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.